بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا المعلمة حياة البحري، مدرسة منذ 27 سنة في مدرسة الهواء الطلق بمهاري ولاية بن عاوز. وقع رفضي منذ 2008 في زمن المخلوع على لباسي، ولكن بعد الثورة طلبوا مني باش نرجع، فرجعت للتعليم بفضل الله. لكن الجماعة اللي كانوا ضدي من قبل مازالوا متواجدين، فهمتني. الجماعة هذوما من أول ما رجعت يستفزوا فيا استفزاز صريح إلى درجة أنهم باش يحبوا، فهمتني. كما صرح لي مرة مدير المدرسة أنه ثم واحد قال أنا لبعيدا مرمدها لبرا قدام المدرسة. لكن حاولوا يعني محاولات كثيرة انهم يثيروا المشاكل، هاي فما ترجع في التلامذة، هاي تحدث فيهم عن الجنة والنار الى غير ذلك، فهمتني. الى غاية نهار الاربعاء نهار الاربعاء 23 جانفي، نهار الاربعاء 25 جانفي تعرضت للاعتداء من طرف ولي، وممكن نسميه الشاب هذا عنده الفورام تاع حمام لنف، على اساس اني قلت كلمه لولده، فهمتني. استفزت وقلت له يا سمين، وهذا ما حصلش، الكلام شاهدين على ذلك. ولكن كان هو استفزازه مبطن، لانه مجموعه اللي هما ضدي من الاول ما همش مسايبين، ما همش مقايسين، متحرجين بوجودي، فهمتني، بالشكل هذا حتى في الشارع، مش حتى في المكتب. استغفرك يا ربي. اسمح لي، حبيت نسألك، تو انت التلامذة تقري فيهم في القسم معناتها بالنقاب ولا تنحي النقاب كي تدخل تقري؟ أنا ندخل قسمي، عندي قسم سنة رابعة، ندخل قسمي نسكر الباب، فهمنا، ونرفع نقابي ونقري وليداتي، فهمتني، وأتواصل معهم تواصل عادي جدا. كيف زوز أقسام سنة سادسة علاقتي بهم طيبة جدا، وتواصلي معهم تواصل عادي. نقابي مرفوع، معناتها للتأكيد أنت تو كي تدخل القسم تسكر باب القسم ونقري صغيراتي ونقابي مرفوع باش نجم نتواصل أنا والتلامذة. ما عندي حتى مشكلة مع التلامذة، ولكن عندي مشكلة مع 4 أو 5 أولياء قاعدين يعملوا في المستحيلات السبع انهم باش كما قالوا هما انطردوها المكتب ولا نعيفوها في حياتها. هذا اللي صار لي يوم الجمعة، يعني المراش قالت، فهمتني. هذا نهار الاربعاء وقع الاعتداء علي والتلفظ بتلفظ يعني بألفاظ رديئة جدا من هذا الشاب اللي يمتلك فرام في حمام لنف، وقال لي، فهمتني، انت عبيثة وتخوفنا في صغارنا وماكش قاعدة ليه تدرس وبرمشي قري في جامع خير على روحك إلى غير ذلك. نهار الخميس أنا تغيبت لي ظرف خاص. كي أنا تغيبت تم الترويج في المدرسة من طرف معلم زميل هو ومجموعة من المعلمات الآخرين والأولياء، روجوا أنه تم فهمنا طردي وأنهم ارتاحوا من هالمعلمة حياة. ما راني كي رجعت نهار الجمعة نقري من 3 ل 5، 3 دخلت قسمي، دخلت سنة رابعة أولادي، فهمتني، عادي. أنا سكرت الباب، لكن فما ولية دقت الباب ودخلت وقالت لي بالحرف الواحد لبعيدة أنت رجعتي عبيثة، زعما ارتحنا من وجهك، خوفت لنا أولادنا، لعبتهم لنا، فهمتني. والله لبعيدة، فهمتني، إلا ما مرقدك في وسط القسم والتلامذة شاهدين، حتى كي هي بدات تعلي في صوتها التلامذات ولاو يبكيو. هذا في وسط المدرسة دخلت؟ في وسط القسم، في وسط القاعة بالذات، مش في المدرسة فقط. هذا عام 3 و4 بالضبط، نهار الجمعة 27 جانفي. 3 و4 دزت القسم ودخلت وبحثة الاستراد، بحثة البيرو بتاعي، وما جاش ضربتني على كتفي الايسر بيديها وقالت لي لبعيدا مرمدك لهنا ونخرجك حتى للساحل، ثم زاد قالت لي نطلعك الفوق ونرميك من السور نتاع قدام التلامذة، قدام التلامذة، حتى الصغيرات ولاو يبكيو. وما تدخلش للمدير للمعلمين؟ مش موجود المدير، مش موجود. بحث التلميذ قلت له جيب نادي للكونسيرج، جاو لي دو كونسيرج خرجوها، قعدت تصيح، فهمتني، وتعيط. سكرت انا قسمي وكملت نخدم على روحي. قعدت تصيح الى غايه 4 نتاع العشيه، وقالت احنا نحينا مش نحينا.
هذه اللي جايه تعلم فينا في الدين. احنا لا حاجتنا باش تعلم لنا الدين ولا تعلمنا احنا ولا تعلمنا صغيرات. وانت سامحني قلت لي توا هما البرنامج التعليمي نتاعهم قاعد معناتها الكراسات نتاعهم معناتها ماشي البرنامج ولا في يعني التعليقات نتاعهم انه مثلا المعلمه هذه ماهيش تقري. قلت لهم يا ولادي فهمتني عندي كراسات وعندي كتب، تبعوا الكراسات والكتب شو قاعده نخدم. لانه ثم ولي مره مشى قدم شكوى على اساس انه قال راهي ساعتين كاملين قاعد تقري فيهم على عمر الخطاب. فقلت لهم ثم كراسات، ثم كراسات قسم، ثم كراسات. اذا عندكم اي اشكاليه فهمتني عندكم اداره جهويه تفضلوا اشكيوا، عندكم وزاره اشكيوا، خل تبعث مراقبين. مانيش يعني سبحانك اللهم بحمدك فهمتني مازلت كي توليت فهمتني العمل ومانيش ما فهمتني صغيره في العمل 27 سنه فهمتني اقدميه فهمنا مو نجي يعني اتجاوز حدودي، لا مهنتي هي مهنتي، ولكن كيف ديني هو ديني. وبارك الله فيكم. السلام عليكم. تو انت سامحني انت تو شكيت بها هذه الاعتداءات عليك؟ انا قدمت قضيه بهذا الشابي اللي تجاوز حدوده، وقدمت قضيه بالمعلم فتحي والجماعه اللي معاه، ومؤخرا بالوليه هذه اللي هي قضيه موجوده في مركز حرس بومهل.